بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان والوفاء والمحبة والرحمة والطهر والبركة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح ومساء الخير والورد والفل والقرنفل والياسمين، وأجمل وأرق وأرقى وأحلى وأبهى أنواع الزهور والورود والرياحين. أيها الأحبة في الله، يقول الحق جل وعلا وتقدس: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال تحدد كل ما يتعلق بالصراع بين الحق والباطل. الذين كفروا في كل زمان ومكان، في الماضي والحاضر والمستقبل، ينفقون أموالهم بالمليارات. لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. ما الذي سيحدث؟ فسينفقونها. ماذا ستكون النتيجة؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سؤال إجابته واضحة كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشي البلاد مشارقا ومغاربا. لو اجتمع كل كفار الكون في صعيد واحد في مكان واحد ووجهوا وجوههم نحو الشمس في لحظة واحدة ونفخوا بأفواههم نفخة واحدة، هل باستطاعتهم أن يطفئوا نور الشمس؟ الجواب كلا. إذا كانوا لا يستطيعون أن يطفئوا نور شمعة أضاءها الله جل وعلا وتقدس، وهناك ملايين الشموس أكبر من شمسنا بملايين المرات، فكيف لهم أن يطفئوا نور الله؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أضع بين أيديكم نصوصا من الكتاب المسمى مقدسا. هذه النصوص تأمر بقتل الأطفال والنساء والبقر والغنم والحمير لتعرفوا من أين يأتي الإرهاب. سفر التثنية 20:14 يقول كاتب السفر: وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة من أسلاب فاغنموها لأنفسكم وتمتعوا بغنائم أعدائكم التي وهبها الرب إلهكم لكم. ويقول كاتب سفر التثنية 21:10: إذا ذهبتم لمحاربة أعدائكم وأظفركم الرب إلهكم بهم وسبيتم منهم سبيا وشاهد أحدكم بين الأسرى امرأة جميلة الصورة فأولع بها وتزوجها، فحين يدخلها إلى بيته يدعها تحلق رأسها وتقلم أظفارها ثم ينزع ثياب سبيها عنها ويتركها في بيته شهرا من الزمان تندب أباها وأمها، ثم بعد ذلك يعاشرها وتكون له زوجة، فإن لم ترقه بعد ذلك فليطلقها لتذهب حيث تشاء، لا يبيعها بفضة أو يستعبدها لأنه قد أذلها. ويقول: فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال واقتلوا أيضا كل امرأة ضاجعت رجلا
ولكن استحيوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا. ولكن استحيوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا. في يشوع، سفر يشوع، يقول كاتب السفر يشوع 6:16: قال يشوع للشعب: اهتفوا لأن الرب قد وهبكم المدينة، واجعلوا المدينة وكل ما فيها محرما للرب. في سفر إشعياء يقول كاتب السفر إشعياء 13:16: يقول الرب: وتحطم أطفالهم أمام عيونهم، وتنهب بيوتهم، وتفضح نساءهم. وفي المزمور 137:9 يقول الرب: طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. هذه نماذج من الحث على الإرهاب. وفي سفر التثنية حديث عن همجية عجيبة غريبة. يقول كاتب السفر في التثنية 20:16: بل اقتلهم جميعا، رجالا ونساء وأطفالا ورضعا، بقرا وغنما، جمالا وحميرا. هذا غيض من فيض مما يقوله الكتاب المسمى مقدسا عن الإرهاب والحث على الإرهاب وقتل النساء والأطفال والشيوخ وحتى البقر والغنم والحمير. لتعرفوا أن الكتاب الوحيد في العالم الذي يأمر بقتل الأطفال هو الكتاب المسمى مقدسا، والذي ذكرت فيه كلمة سيف أكثر من 300 مرة، بينما لا يوجد في القرآن الكريم تتويج وحي السماء إلى الأرض كلمة سيف إطلاقا ولو مرة واحدة. ويتهمون الإسلام زورا بأنه انتشر بالسيف، وكلمة السيف ليست في القرآن العظيم. ولكن يسوع الأناجيل يقول: ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. إذن هذه النصوص تعلم وتقنن الإرهاب في الكتاب المؤلف المحرف الذي يقول أن الرب يتعب ويندم ويجهل وينسى، ولسانه كنار آكلة، ويغربل الأمم، والأمم المقصود كل ما عدا اليهود يغربلهم بغربال السوء. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.